للأسف موضوع دلوقتي الأطفال بقت طالعة بالموبايل آخر إصدار بالفول ميك اب. يعني في ناس بنات بقت في ابتدائي في إعدادي بتنزل المدرسة فول ميك اب. ايوه. يعني حتة بقى الطفل اللي كان بيلعب في الشارع والكرة الشراب والبتاع، بقى الموضوع بقى صعب قوي. صعب ايه؟ انا لما بعدي من اي حته والاقي شويه عيال بيلعبوا في الشارع بقول الله بص بيلعبوا في الشارع، اللي هو بقت ظاهره ان اللي بيلعبوا غريبة. يعني خلاص انت دلوقتي شايفهم نازلين كله عاوز يلبس لبس مش عارفه عامل ازاي و... والسن بتاعهم مختلف تماما، يعني بيتعاملوا معانا على ان احنا مش فاهمين اي حاجه كمان. لا احنا كنا اطفال زيكم، كنا بنعمل كل حاجه واللي انتوا بتعملوه احنا فاهمينه كله على فكره، مفيش اي حاجه يعني. ما عدا بقى جزء التكنولوجي اللي دخل جديد اللي اتضاف للموضوع، لكن غير كده هتلاقي قصة الحب اللي عايشة هي والدها او والدتها كانت عايشاها قبل كده. هتلاقي الصحاب الحاجات اللي هم بيحاولوا يخبوها، او اللي انت بتتكلمي عليها، اللي هم بيحاولوا يخبوها هم اهلهم مروا بده، ما عدا الجزء التكنولوجي. والاهل دلوقتي بقوا بيخشوا عليه وعارفين كل حاجه، كله بقى عنده كل ده التكنولوجيا حقيقي ده حقيقي. لكن هي المشكله كلها انه بيتعامل معاك على انك انت مش فاهم، حتى لو في فرق 30 40 سنه 20 سنه 50 سنه، الفروق السنين دي يا جماعه مش هي دي اللي بتخلي البني ادم ان هو فاهم او مش فاهم، وان انت اذكى او مش اذكى ملهاش علاقه، هي نقطه تعاملات. انت بتبقى بتفكر كده، انا شايفاك دلوقتي قدامي ده الله ده انا مريت بدي قبل كده، مش هتضحك عليا على فكره، مش هتضحكي عليا، لان خلاص انتوا في حاجات كتير احنا مرينا بيها وشفناها وتجارب عدينا بيها وشفنا اللي حوالينا، فاحنا عارفين. وللاسف بقى في جزء تاني من موضوع ما كناش اطفال، ان الاهل بقت يعني بتسبق الاحداث وعايزه الطفل يسبق سن. بمعنى يعني انا عندي بنت صديق ليا جايب لها شنطه للمدرسه ب $4000. دي انت مستني منها لما تكبر تبقى ايه؟ الله من دلوقتي فيعني لو سمحت وطفله ورايحه يعني مدرسه جايب لها شنطه ب $4000 تعمل بيها قيمه ايه؟ الحاجه ازاي بعد كده؟ ودي مستنيه من جوزها المستقبلي ايه؟ اما دي من دلوقتي انت حققت لها كل انواع الانبهار من دلوقتي من سن صغير، بعد كده هيبقى الانبهار بالنسبه لها ايه؟ لا ده ممكن يخشوا يتريقوا على الحاجه، لو الموبايل مش احدث سنه يقول لك برو 2 ماكس او برو 3 ماكس، يقعدوا يتكلموا ما اعرفش وانت ازاي ماسكه ده. لا انا بشوف بعيني على فكره، يعني انا بشوف وبسمع لان عندي بنتي في المدرسه، فاللي هو انا بشوف. انت مش متخيل الاطفال واصلين لايه. الاطفال بتروح هقول لك على حاجه، ممكن يبقى في عيد ميلاد معمول وفي اخر العيد ميلاد بيوزعوا موبايلات على الناس. ايه ده يا جماعه؟ هو معاك فلوس الحمد لله، معاك فلوس، ايه المشكله؟ هو انا اخر حاجه كنت حاضرها